السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ناس كتير بتيجي تسألني تقول لي يا هندسة اروي النخيل بتاعتي كل قد ايه؟ فتعالوا معايا اقول لكم تروي النخيل بتاعتكم كل قد ايه؟ مبدئيا كده مفيش حد يقدر يقول لك اروي الارض بتاعتك او النخل بتاعك كل قد ايه مهما وصلت الدرجة العلمية بتاعته الا لما يعرف حبة معلومات بسيطة عن الارض اللي انت زارع فيها. اول حاجة الارض اللي انت فيها دي درجة الحرارة عندها بتبقى قد ايه؟ معدل احتفاظها بالمية قد ايه؟ فقيرة في المادة العضوية ولا لا؟ فما ينفعش انا دلوقتي في ارض رمليه في ارض الفرافره فقيره في الماده العضويه ما بتحتفظش بالميه درجه الحراره هنا عاليه والرطوبه قليله اقول لك اروي الارض بتاعتك كل اسبوع، يبقى انا كده بدمر الحاجه اللي انت زارعها سواء نخيل او اي زرع تاني. فتعالوا معايا واقول لكم دلوقتي طريقه بسيطه جدا تقدروا تعملوها تعرفوا انتوا الارض بتاعتكم محتاجه تتروي ولا لا. تعالوا معايا اوريكم الطريقه دي بشكل بسيط جدا. زي ما حضراتكم شايفين ده نسيج، هنا هو دي الجوره بتاعته، بروح جنب النسيج بمسافه بسيطه واقوم جاي عامل جس للتربه. طب بعمل الجس ازاي؟ بتقوم جاي عامل حفره مثلا جنب النسيج مثلا كده على عمق 5 10 سم، وتتك عليها بقبضه ايدك الرماد اللي هيطلع منها او التربه اللي هتطلع منها. لقيت التربه ما بتصبحش معاك وما فيهاش نسبه رطوبه زي ما حضراتكم شايفين كده، يبقى انت كده ممكن تروي النهارده او بكره بكتير. طب لقيت بعد ما عملت الجس ان التربه صبعت معايا وفيها نسبه رطوبه، يبقى انا كده ممكن استنى على النسيج يومين او 3 على حسب الجو اللي عندي وعلى حسب نوع التربه. طيب لو رويت مره واثنين وثلاثه وانا كان عندي نسبه رطوبه في قلب الارض، انت كده بتعرض النسيج بتاعك او اي حاجه سواء نسيج او نخل او فسيله او اي حاجه ان هي يحصل فيها عفن، سواء عفن للجذور او عفن لقلب النخله ذات نفسه. هتلاقي النسيج بدا يظهر عليه اعراض، بدات تصفر الجريد بتاعه، بدا يصفر، بدا ينشف معاك، بدا يتصاب باصابات فطريه بشكل سريع جدا. عشان طبعا زي ما قلت الميه بيعمل مشاكل كتير، فما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك انا هعمل لك جدول ري وهو من محافظه وانت من محافظه تانيه وما يعرفش اي حاجه عن نوع التربه والجو اللي انت فيه. فعشان كده دايما خليك انت اللي عارف الارض بتاعتك هتتروي كله قد ايه. بس كده ويا رب اكون فدتكم. لو حد عنده اي استفسار يقدر يكتب لنا في الكومنتات او يبعت لنا على رسائل الصفحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.